ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. تحياتي ليكم. الحقيقة بس عندي دايما تفاصيل عن محمد الشناوي. محمد الشناوي وعرض رسمي من النصر السعودي، مشي ولا هيمشي ولا قاعد ولا مش قاعد؟ كمل معايا وانت تعرف الحقيقة. بس لايك، اشتراك، فعل الجرس على الكل، واهم حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. والتفاصيل كامله بقى. سيف زاهر كان طلع واتكلم وناس تانية اتكلموا في الموضوع ده. في عرض رسمي يجي لمحمد الشناوي؟ اقول لك لا، مفيش رسم، كلام كله تليفونيا. عرض من النصر السعودي لضم محمد الشناوي ب 8 مليون دولار. طب الاهلي هيسيب الشناوي ولا مش هيسيبه؟ الكابتن محمود الخطيب قعد مع محمد الشناوي شخصيا وقال له الكلام اللي بقوله لك ده، وركز معايا. انت اديت النادي الاهلي كتير، واحنا مش هنقصر معاك، ولو انت حابب تشوف مستقبلك احنا مش هنقول لك لا. بس من جهتنا احنا كنادي اهلي وكابتن محمود الخطيب وادارته، احنا رافضين تماما انك تمشي، لكن مش هنقف قدام رغبتك. ده بس عشان تبقى عارف ان احنا متمسكين بيك. هم عايزين يقولوا له احنا متمسكين بيك تحت اي رقم. تحت اي رقم. الاهلي رافض ان محمد الشناوي يمشي تحت اي رقم، اي رقم مهما كان كبير، ولكن هو يقرر مصيره. عايز تمشي احنا مش هنقول لك لا، ده بيتك وانت خدمتنا كتير وبنتمنى لك التوفيق. لو حابب تقعد هنحاول نشوف ونعدل حاجات مهمة جدا في عقدك. ده كان الكلام بتاع الكابتن محمود الخطيب مع الشناوي. وده العرض السعودي اللي جاي لسه الكلام، وتابع عشان يوصلك كل الحقيقة بقى بعد كده معايا مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي على قناة باكورد. لايك، اشتراك، وما تنساش فعل الجرس على الكل. اشوفكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم في رعاية الله. سلام.